مرحبا حبايبي، كيفكم؟ شو اخباركم؟ ان شاء الله تكونوا بالف خير يا رب وانتم عم تشوفوا هذا الفيديو. اليوم الفيديو راح يكون فلوج كتير متحمسه لهذا الفلوج. فانا هلا رايحه مع اخي نروح نعمل صور وهيك يعني، فكتير متحمسه. عنا فوتو شوتينج، راح اخذ معي كم لبسه وهيك ونجربهم وحركات، فكتير متحمسه ويا ليتس جو. طبعا انا هلا مجهزه حالي ومخلصه. انتم هلا راح تشوفوا المقاطع لما فقت من اليوم وشو اكلت وهيك يعني. ليتس جو. فجايز طلعوا هلا انا عم اعمل بانكيكس، عم اتفرج على هذا الفيديو بالكوري، عم تحكي بالكوري وانا عم احاول اعمل الشغلات اللي هي عم تعملها. طلعوا شو صار معي، كسرتها لهي، هاد هو راسها انكسر. وطلعوا وات از ذس، شو هاد؟ شو هاد؟ طلعوا على الفيل اللي صار معي. اوكي جايز، فهلا خلصت مكياج ولبست وما قد طلعوا على المكياج تبعي ما احلاه طلع. عملت هيك فوكسي ايس وحركات يعني، واكتشفت شي جديد. فانا مثل ما بتعرفون ما بحب الفونديشن، فاستعملت هدول الفونديشن ستيكس من بنفيت وبيجننوا، كتير حبيتهم. وكمان استخدمت لحواجبي طبعا بنفيت. كتير متحمسه. مجهزت شنطتي وحطيت كل الاغراض وهيك، وطلعوا على هدول الاكسسوارات من فاشن نوفا بيجننوا. هلا رايحين نعمل صور، كتير متحمسه. انا هلا عم نعمل الفوتو شوتينج، وانا هلا رايحه غيرت يعني، غيرت اول اوتفيت، هاد هو الاوتفيت الثاني. فطلعوا هنيك عم تشوفوا اخي والمصور عم يعملوا صور. ويا كتير متحمسه. الصور طلعوا بيجننوا، فترقبوا على الانستغرام. يمكن على الاغلب هذا الفيديو رح ينزل بعد ما الصور رح ينزلوا على الانستغرام يعني. كتير متحمسه. فانا لابسه مثل ما شايفين كعب، انا مو متعوده على الكعب ابدا، خايفه. ما عم تشوفوا هلا لبست الاوتفيت الثالث، هاد هو. نشوف الفوتو شوتينج رح يكون. Guckst halt ein bisschen böse. Jetzt guckst ein bisschen böse. Als wärst du gerade eingeschlafen. نجينا لهون، مثل ما شايفين الكواليس حلوة. اليوم أنا كتير حابة المكياج، ما بعرف ليش بس كتير حابتها. بجيز هلا رح نعمل صور هون، هدول رح يكونوا هيك من وراي، فرح يطلعوا كتير حلوين. فهذا الانستغرام تبعه إذا حابين تتابعوا. ليتس جو. Alles passt gut zum Outfit. فجايز هلا اجينا على المطعم تبعنا، طلعوا هاد هو مشان ناكل شي. فيا فجايز الواحد ما في يفوت لجوا مشان كورونا، لهيك لازم الواحد يطلب من الشباك. ما قدرت von hier. يس جايز طلعوا على هاد الدوبن، هيك اسمه عنه قديش هو طيب. طبعا احنا طلبنا منه وحده وقطعها من النص لقلنا الاثنين لانه ما رح نخلص حتى كامله. طلعوا يس جايز طلعوا على هاد الدوبن، هيك اسمه عنه. طلعوا على غرفتي، هي مو غرفة هي زبالة. طلعوا او ماي جاد، طلعوا كل الثياب هون لانه امبارح عملت فيديو تنسيقاتي لازم ردهم. طلعوا على الدبدوب لازم هلا ارتب كل شيء. بصراحة ما بعرف وين بلش. طلعوا امي عملت كبسة، يس اكتر شي بحبها. هلا يمكن نروح انا وابي واخي بالسيارة شوي كروزينج. اول شي رح ننظف المطبخ لانه اكلنا، وطبعا ما بدي اني خلي امي تتعذب بالجليات. فانا هلا
فانا هلا رح رتب المطبخ. اوكي جايز، فطلعوا على لبسي هيك رايحه. اذا حابين تشوفوا جوله بسيارتي او هيك خبروني، لان انا كثير بحب سيارتي، واذا حابين انه انتم كمان تشوفوها خبروني مشان اعمل لكم جوله بسيارتي. يا كثير متحمسه. جايز خلوني اورجيكم كمان مفاتيح سيارتي. قبل ما تسالوني من وين جبتها، من شيئين. هي علاقه لحالها، طلعوا هيك فيك هيك قلب، وهي علاقه لحالها هيك شكلها. اوكي جايز، فهلا وصلنا للمقطع اللي كلاتكم يمكن عم تستنوه. فانا هلا شوي رح احكي لكم عن حياة اليوتيوبرز هلا. اوكي، فكلياتنا بنعرف انه اليوتيوبرز بتجيهم شغلات ببلاش، بيعملوا اعلانات وهيك. هاد كان سبب من الاسباب اللي بلشت فيه باليوتيوب صراحه، ما بكذب عليكم، يعني اظن كل بنت بتحب هدول الشغلات. فاليوم رح اورجيكم هيك كم شغله اجتني من الشركات وهيك. فيا ليتس جو. بعد ما خلص اني اورجيكم هدول الشغلات رح احكي لكم على المسابقه، خليكم مع الفيديو. اوكي، هي امبارح اجتني من شركة انا لويزا. انا اشتغلت معها مشان اعمل السلسلة. هذا هو السلسلة تبعي، ورح احط لكم وهلا صار دور الاعلانات، فرح احط لكم اللينك تبعه كمان من تحت. روحوا شوفوا اذا عجبكم، يمكن تشتروه وهيك. المهم بعتوا لي هيك شيء، انا استغربت، قلت او ماي جاد شو هاد. فلما فتحته طلع لي هيك شيء مثل ما شايفين، في هيك تراب وهيك بتحطيهم فيها انه بتنبتي نبته، عرفتوا كيف؟ اوكي، فاليوم الصبح فقت على صوت الجرس ويجاني هيك كيس من هاي الشركه. بصراحه ما عندي اي فكره كيف قول اسمها، لهيك رح اورجيكم اسمها. شركه مكياج كتير مشهوره، خاصه البودره تبعهم. طلعوا كل هدول هن مكياج وهيك، فكتير حلوين. وكمان من بنفيت، طبعا بنفيت اكتر شركة بحبها. طلعوا طبعا هدول المنتجات، منتجات المسابقة، بس المنتجات اللي اجوني حطيتهم اوريدي فبعدين بنيجي لهي العلبة من بنفيت يلي كتير بتجنن. هي اسمها ادفنت كالندر. العالم يلي بيحتفلوا بالكريسماس وهيك بيفتحوا كل يوم هيك علبة او صندوق لحتى يوصلوا ليوم ال24. هون عنا 12 علبة. فهون مثلا اذا فتحتوا هي بيجيكم البراونزر، كل هدول الشغلات اللي بتجنن. وهون عنا precisely my brow pencil اللي بيجنن. فطلعوا هيك بينفتح بيجنن يا الله، يعني من كتر مو حلو مو حابة اطلع منه الشغلات. هدول للمسابقة. اجاني من لينسمي عدسات بتجنن كتير متحمسة لحتى اجربهم. يمكن جربهم بشي فيديو تاني، بس مو بهذا الفيديو لانه ما بظن اني رح لحق، لانه الفيديو اكيد رح يكون كتير طويل. فهي اوكي، هي للمسابقة، هاي العلبة. هي بس مشان هيك تاخدوا نظرة صغيرة بعالم اليوتيوب. هاد كان كل شيء. هلا رح نروح على المسابقة. فأول شيء بالمسابقة رح يكون في فائزين. الهدايا رح يكونوا اول شيء منتجات من بنفيت. هون عندي اياهم، خلوني اورجيكم شو المنتجات. فكل بنت رح تربح هاد بنتنت، وهذا البروسة من بنفيت يلي خلي حواجبك ما يتحركوا من مكانهم ابدا. لما بقولك ابدا ما بيتحركوا ابدا من مكانهم طول اليوم. كمان عندنا هون البروفيشنال من بنفيت يلي بيجنن، يعني قبل ما تحطوا ميك اب بتحطوه هاد وبيخفي كل المسامات، وانا دائما بستعمله قبل ما احط ميك اب، دائما. وكمان اكتر شيء طبعا كل هدول الشغلات انا اللي اخترت لكم اياها، لانه هدول الشغلات اللي انا اكتر شيء بستعملها بصراحه وكثير بحبها. وهذا اكتر منتج بحبه من بنفيت بصراحه، يعني قد ما حكيت عنه ما رح اقدر اوصفه. هاد البانك ماسكارا بجنن عن جد، يعني احلى ماسكارا شفتها بحياتي. وكمان رح تربحوا هي الكاميرا، بعرف انتو شو بتسموها، الكاميرا الفوريه اسمها، يعني بتعملوا هيك
وبتجي صورة منها يعني فورية. وكمان لانه الصور طبعا كثير غاليين بصراحة، كمان اشتريت لكم صور، مو صور عادية بيضة، صور ملونة تطلعوا كثير 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 بتجنن. فرح تاخذوا هي ومع كمان الصور تبعها، باكيت فيها 10 صور. واذا بتفتحوها خلوني اورجيكم شو في جواتها. في جواتها هدول اللي بتحطوهم على راس الكاميرا واللون تبع الصوره بيتغير وكتير حلوين. طلع شو كيوت. هي اللي بتقدروا تحطوها. دقيقه اورجيكم. هي الكاميرا تبعي، هي قصدي هي. اذا شفتوا فيديو جولة بغرفتي بحط لكم اللينك هون، بتعرفوا انه انا بعشق هاي الكاميرا وصور هاي الكاميرا، وعندي حيط مليان من الصور، لانه هيك انا كتير بحب انه الواحد يعمل ميموريز فيهم. وهون عنا علبتين، العلبة الثانية تحت الكاميرا على فكرة مثبتها بالكاميرا. فهي اكتر شركة عدسات بحبها من كتر ما بجننوا بصراحة جايز. ما بتصدقوا قديش كان في وجع راس لحتى وصلوني هدول العلبتين من دبي، لانه هن عدسات وهيك بيكونوا بأطرميز. فالالمان كتير بيركزوا على هيك شغلات وما خلوني جيبها، لحتى حكينا معهم وبعتولي، وشركة لينز بعتولي اياها مرة تانية، وصار وجع راس بصراحة مشان هدول العلب. بس بالاخير بيستاهلوا عن جد. طلعوا لما تفتحوها هيك بيكون شكل العلبة. وهون في عدستين، دقيقة اورجيكم اياهم. هي العدسة مثل ما شايفين، وفي لسه علبة مثل هي بس طبعا غير لون. وكمان فيها هي المي اللي بتحطوها، اللي بتحطوا العدسة فيها قبل ما تحطوها على عيونكم وهيك مشان التعقيم. اوكي جايز، فهاد كل شي رح تربحوه بالمسابقة، يعني الكاميرا والصورة تبعها والمنتجات من بنفيت وهدول العدسات. كتير 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 متحمسة للمسابقة. كنت حابة جيب لكم لسه شغلات اكتر بس للاسف ما زبطت. كان مثلا بدي احط لكم السلسال تبعي تبع الفراشة، بس للاسف ما فيني اعملها بهي الفترة. بس في مسابقة تانية رح تجي بالشهر الاول او الشهر الثاني، رح اعمل مسابقة كمان على السلسال، فترقبوا. اذا انتم هلا رحتوا على الانستغرام رح تشوفوا صورة الي مع هدول المنتجات. وكل شيء لازم انكم تعملوه هو انكم تعملوا لي انا لشركة بنفيت وللينز مي فولو، بس كمان انكم تحطوا تاك لشخصين وتكتبوا البلد اللي انتم عايشين فيه. وبس هاد كان كل شيء. وان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله يا رب انتي هلا او انتي هلا اللي عم تحضروا هذا الفيديو تربحوا بالمسابقة يا رب. ويا بصراحة هاد كان الفيديو، ان شاء الله عجبكم استمتعتوا فيه، وبشوفكم فيديو جديد ان شاء الله. باي.